لعنة كيم كارداشيان في مباراة أرسنال وسبورتنج والجمهور يعلق. ظهرت النجمة كيم كارداشيان في ملعب الإمارات لمشاهدة مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة التي أقيمت أمس في إطار منافسات دور 16 بالدوري الأوروبي. وتمت مشاهدة ابنها سانت مرتديا القميص الثالث لأرسنال في عيد ميلاده في يناير وفقا لذا صن الإنجليزي. سانت هو أحد أبناء كيم كارداشيان الأربعة الذي أنجبتهم المغني الراب كاني ويست الذي طلقت منه في عام 2022. وأوضحت ذا صن أن سبب حضور كيم كارداشيان في ملعب الإمارات في مشاركتها في تصوير فيلم وثائقي تم تصويره في شمال لندن. وجاءت تعليقات جمهور أرسنال حول اعتقادهم أن إصابات ويليامز لي وتوماسيو وتكهير سببها لعنة كارداشيان، حيث علق أحدهم: لعنة كارداشيان تضرب من جديد. انتهت مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لكن الثاني تفوق في ركلات الترجيح 5-3 ليخرج أرسنال من البطولة. وصرح مدرب أرسنال بنسيان الخسارة والتفكير في حصد بطولة الدوري الإنجليزي.